أحداث صادمة وغريبة في تصفيات آسيا لكأس العالم. تعالوا نتكلم عن جميع المنتخبات العربية وفرصة تأهلهم إلى كأس العالم. المنتخب الإماراتي بمستوى جدا هزيل بيخسر من المنتخب الإيراني 2-0. بنفس المجموعة المنتخب القطري وبأربع مساهمات من أكرم عفيفة بينتصر بالخمسة على كوريا الشمالية. نسبة جدا كبيرة للمنتخب الإيراني وأوزبكستان حسموا تأهلهم إلى كأس العالم، ولكن لسه في فرصة وأمل للمنتخب الإماراتي وتحديدا القطري اللي لسه عنده مواجهات ضد إيران وأوزبكستان. وبالمجموعة الثانية المنتخب البحريني بطل كأس الخليج بيخسر من المنتخب الياباني اللي يعتبر هو أول منتخب بالعالم بيتأهل إلى كأس العالم. وقبل ما أكمل خذ كامل مساحتك وتابعني. وباستحواذ وصل لل 80% ومن دون ولا تسديدة للمنتخب الصيني، المنتخب السعودي بيحصل على 3 نقاط ثمينة بهدف في نكهة هلالية. المباراة القادمة للمنتخب السعودي راح تكون ضد المنتخب الياباني. المنتخب السعودي والبحريني لازم يقاتلوا حرفيا على المقعد الثاني المؤهل لكأس العالم ضد أستراليا، وبرأيي لسه عندهم الفرصة والأمل. وبالمجموعة الأخيرة احترام جدا كبير للمنتخب العماني، بآخر الدقائق بيخطف نقطة جدا ثمينة أمام العملاق الكوري. وبلقاء الأشقاء المنتخب الفلسطيني بيخسر أمام المنتخب الأردني اللي حسم هذه المباراة من بدايتها تقريبا لحتى ياخذ 3 نقاط تقربه لكأس العالم. وبواحدة من أقوى مباريات التصفيات المنتخب الكويتي بمفاجأة بيتقدم 2-0 على المنتخب العراقي، ولكن العراق بيرفض انه يخسر بأرضه وبيسجل الهدف الأول وبيسجل التعادل بالوقت الإضافي. تقريبا أقوى مجموعة وممكن جدا نشهد فيها تأهل المنتخب العراقي والأردني مباشرة إلى كأس العالم، ولكن بشرط كوريا تتعثر بمبارياتها القادمة واللي راح تكون أصلا ضد الأردن والعراق.